احنا حاليا مراقبين، وطبعا اني وزملائي من صناع المحتوى. وليش؟ لان هيئة الاعلام والاتصالات الباحة صدرت هذا القرار اللي تشوفوه بالكم حاليا، والهدف الاساسي من عنده هو ملاحقة شكل صانع محتوى ومؤثر ومدون ومشهور يحاول يبث الطائفية والعنصرية والكراهية داخل المجتمع ويهدد السلم المجتمعي، وايضا ينشر معلومات مضللة. واكيد ما ننسى جماعة الفضايح والمحتوى الهابط والخابط، لان حرفيا سووها بلا ملح وقاموا يشون الشغلات ما لها اي داعي في سبيل التفاعل، وطب اجاهم هذا القرار بالمرصاد. وطبعا راح يتم ملاحقتهم قضائيا وقانونيا، وفوق كل هذا الصفحات مالتهم تنحجب. وهنا المسؤولية راح توقع عليكم، وانتم بيدكم تصعدون الناس وبيدكم نفسها تنزلون هاي الناس، ولين بنفس الوقت مو كل اصابعكم سوية. اوكي، عن نفسي كيونس فاشوف هذا القرار جدا ايجابي، ويا ريت لو صدق يشتغلون بيه ابتداء من اليوم، مو بس مجرد حكي. تمام؟ وختاما، شنو رايكم بهاي الخطوة؟ هل انتم مع ام ضد؟ واهم شيء ليش؟ وبس.